غلطة واحدة في الكاتس بتخلي الفيديو بتاعك يبان ممل وتقيل جدا حتى لو المحتوى قوي جدا. بص من الاخر، انت بتقص الفيديو بتاعك غلط. اغلب الناس بتستنى الشخص يخلص الجملة بتاعته بعد كده يقص الفيديو، فبيطلع الايديت بسيط وما بيكونش فيه اي طاقة. الفيديو بيتحس ان هو متسجل مش ان هو حد بيحكي او شخص حقيقي بيتكلم. طيب الصح ايه؟ الصح انك تقطع على الصوت مش على الصورة. يعني ركز في الابس اند داونز بتاعة الاوديو او بتاعة الصوت. اقطع قبل ما الجملة تخلص بشعرة، واقطع على النبرة العالية او بداية كلمة، وسيب الايقاع هو اللي يقودك. اسمع كده، عيد تاني الفيديو مرة واحدة، لقيت ان هي تمام في انسيابية او ده يبان ان هو شخص حقيقي بيتكلم في الفيديو، تمام مظبوط. لو حسيت ان هي فيها قط كده مرة واحدة غشيمة قوي في النص، يبقى لا، سيب حتة زيادة تانية. ليه بقى كل الحاجات دي مهمة جدا؟ عشان ودن الشخص اللي بيتفرج هي اسرع من عينه بكتير جدا، فالصوت هو اللي بيحسسه بالسرعة والطاقة بتاعة الفيديو. هو مش لازم ان هو يشوف القطع، ولكن المفروض ان هو يحس بالانسيابية في الكلام والتنقل في الفيديو ما بين لقطة ولقطة معمولة. ده نفس اللي متطبق في الفيديو ده. هل انت مفكر ان انا كل ده كنت بتكلم ورا بعض من غير ما افصل خالص؟ مفيش حد بيعمل كده. هو فيديو بيفضل يسجل مع نفسه، واحنا في المونتاج بنظبط بقى كل الحاجات دي. فنصيحتي ليك، خلي الايديت يمشي مع الاحساس مش مع حركة البق. لو عايز فيديوهاتك تبقى سريعة ومشدودة، اتعلم ان انت تحس بالايديت مش بس تشوفه. مع كيرو براند لاب مستواك هيعلى.